ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده رحت السوق بقى، جبت حبه الطلبات الصغيره دي كده. بس بصراحه اتفاجئت، الاسعار غاليه. السمك غالي، يعني الكيلو ده ب105 جنيه. قلت له عايزه اصغر حاجه عشان انا هاخده اشويه، قال لي لا مفيش، اللي هو قال لي حاجه ب100 جنيه. زي شايفين يا حبايبي، طماطم الكيلو ب10 جنيه. البصل كيلو ربع ب10، يعني ب8 جنيه. انا ما جبتش بصل، المفروض اجيبه واخزن، وجايبه الرده دي ب5 جنيه رده عشان اشوي السمك. انا يا حبايبي المفروض اجيب بصل كتير عشان اخزنه من السنه للسنه زي ما انتوا عارفين. بس انا بصراحه يعني لاقيه غالي، وجبت دول على قد كده 5 كيلو. خدت 40 جنيه الست اللي بتبيع. طماطم ب10 جنيه. السمك قال لي ب100 جنيه، 105. انا خدته بصراحه منه ب100 جنيه بس. ازيك يا توته؟ عامله ايه؟ يعني انت يا توته داخله بدل ما تقولي ازيكم يا اخواتي يا حبايبي عاملين ايه؟ احلى اخوات واحلى حبايب، ربنا يخليكم دايما في حياتي، منورين حياتي طبعا. انا دلوقتي يا حبايبي بقالي فتره مش بصور فيديوهات، لاني تعبانه طبعا ومريضه، فما كنتش قادره زي الاول ان انا اصور لكم فيديوهات كتير وكده. المهم يعني ربنا يكفيكوا شر المرض يا رب، وما يكتبش على حد المرض اللي انا فيه. طبعا الكبد مؤثر على الطحال عندي وعمل تضخم، فالمفروض اعمل عملية المرارة وعملية الطحال. فانا مستنية اما بنتي تمتحن على خير يا رب، عشان ما اضيعش عليها السنة، لان ما اقدرش ان انا اعمل قلق ودوشة وكده. وبنتي هتبقى ورا امتحانات يعني يوم 15 ان شاء الله. وبسافر من محافظة لمحافظة، من الزقازيق محافظة الشرقية لمحافظة اسكندرية. وبحب اشكر كل حبايبي، كل ما تيجي سيرة اسكندرية مش هنساكي يا منى، يا احلى منى في الدنيا. بصراحة منى، يوميات منى يا حبايبي انتوا كلكم عارفينها، شخصية جميلة جدا وروحها حلوة وجميلة، وإنسانة عاملة زي الملايكة بالظبط مهما أقول فيها. بصراحة ربنا يخليها في حياتي، منورة حياتي، هي أخت ليا، يا ربنا عوضني بالأخت ديت يعني. يمكن أمي مش خلفت لي بنت كده جميلة تبقى أخت ليا. فمنى دي ربنا، يعني بقول عوض من الدنيا، يعني عوض من ربنا. ربنا بعتها لي عوض فعلا. يوميات منى عبد السلام كلكم طبعا عارفينها، من اسكندرية. بصراحة ما شاء الله عليها، حنينة وجدعة، وكل حاجة حلوة فيها. طبعا أهل اسكندرية معروفين بالجدعنة. معلش يا حبايبي. طبعا أهل اسكندرية معروف بالجدعنة وال وإيه والحنية وكل حاجة حلوة، الشخصية بنت البلد الجميلة دي. طبعا كلكم مصريين وعارفين، واللي برا مصر بيتابعوني ربنا يخليكم ليا. أهل المغرب، طبعا اهل المغرب دول اول ناس وقفوا جنبي، عمري ما انسى جميلكم عليا ولا فضلكم عليا بعد ربنا طبعا. هم ناس طيبين جدا، واهل المغرب على راسي من فوق. اول ناس شجعوني وقفوا جنبي لبنى نور حبيبة قلبي، ربنا يا رب يخليك يا لبنى نور. هي مش موجودة معانا دلوقتي يا حبايبي، هي سابت المجال ده خالص وكده، بس هي مش شخصيتك الجميلة. ربنا يخليك يا لبنى نور. هحط لكم صورتها في اول الفيديو عشان تشوفوها، لبنى نور من الشخصيات الجميله برضو. المهم يا حبايبي، انا رحت اجيب السمك النهارده، اتفاجئت بالاسعار. انا كنت واخده 100 جنيه على ان اجيبه ب70 جنيه، وهجيب بقيه ال100، هجيب كيلو طماطم، هجيب اللي انا عايزاه من بقيه ال100 جنيه. لا اتفاجئت، الراجل بيقول لي ب105 جنيه. قلت له يا عم طب انا عايزه، ما فيش اصغر من كده؟ ما فيش، قال لي في السعر من كده، يعني عايزه السعر الرخيص. قال لي لا دي ايه ارخص حاجه، وما فيش اسعار الا كده. المهم خدت كيلو منه، كان بيقول لي ب105. قلت له لا انا هاخده ب100 جنيه. قال لي ماشي. قلت بقى ال5 جنيه اجيب منها دي رده. انا رحت جبت رده اهو، كيس رده ب5 جنيه اللي انا وفرتها من حق كيلو السمك. هو مطعم ما شاء الله عليه كبير وعمال يبيع جمبري بقى وحاجات حلوه وناس عماله تشتري. فانا يعني ايه، يمكن مش عايزه اقول اقل واحده في اللي واقفين كنت باخد حاجه. فالراجل كان مستعجل عايز يمشيني يعني بسرعه، عشان الناس عماله ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له يا رب ويزيدهم من نعيم الله. كان زحمه المحل يعني قصدي اقول. فالمهم اداني الكيلو بتاعي ومشيت على طول. كان في ان هو ممكن يشوي في المحل، فانا قلت لا روحي شوي في البيت هتوفري. 5 جنيه رده زي ما انتوا شايفين، وجبته ب100 جنيه. كان نفسي ان انا اجيب مثلا ب70 جنيه سمك، ولا بقية ال100 جنيه هجيب منها طماطم، هجيب اللي انا نفسي فيه، اي حاجة يعني عايزاها للبيت كنت هجيبها.
فلا ما حصلش الكلام ده، لان الاسعار اللي اتفاجئت بيها غاليه. الكيلو والله ب100 جنيه ما شاء الله، اللهم بارك، بالف انا وشفا يا رب للي ياكلوه. فانا دلوقتي مجهزه البهارات، انا مش عايزه اطول في الفيديو عليكم يا حبايبي. حاطه كمون، حاطه شطه حاميه، انا بحب الاكل حامي. حاطه كزبره، حاطه ملح، دي البهارات بتاعتي. والحاجه بقى اللي بتخليها حاميه ولعه ده الفلفل ده ولعه، وانا بحب نفس الاكل دايما يبقى ايه اللي هو حامي، ما بحبش الاكل البارد. مهما كنت تعبانه بموت لازم برضو اكل اللي نفسي فيه. ما احبش ايه، لازم اكل اللي نفسي فيه، هي موتة ولا اكتر. احنا برضو لازم ناكل اكلنا اللي بنحبه، يبقى مشطشط كده وجميل. ده توم، راس توم اهي. حتى الهون بتاعي الجميل. هحط بقى الثوم والفلفل الحامي الجميل دوت، واحط البهارات الجميله ديت. زي ما انتوا شايفين حاطه لكم شطه في الوسط عشان بتفصل بين الكمون والكزبره، دي كزبره ناشفه، وده ملح، ودي بهاراتي، ودي خطواتي. عشان اللي بيزعلوا بيقولوا ما بتصورش الخطوات ليه. انا دلوقتي هولع، حاطه صاج على على عين البوتاجاز من فوق، انا بشويه في البيت طبعا. فانا هشوي السمك واصور معاكم تاني. وربنا يخليكم كل حبايبي اللي بيكتبوا لي تعليقات جميله، اللي واقفين جنبي، ربنا يخليكم. بصراحه بحبكم في الله. ربنا يا رب يخلينا لبعض دايما، اخوات، بصدق كده وبحب وكل مودة، وكل معروف بينا وبين بعض يا رب، ويديم المعروف اللي بينا ويديم الخير اللي بينا يا رب. كل سنة وانتم بألف خير. اشوي السمك واصور معاكم حبايبي. شايفين يا حبايبي السمك بعمله اهو، بشويه على العين البوتاجاز من فوق. بصوا يا حبايبي انا عملت الدقة في الهون الجميل دوت بصراحة. شوفوا دقة بقى كلها شطة وحامية وجميلة وفلفل كده، وتخلي السمك ايه طعمه جميل. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ احنا وانا السمك الجميل، شوفوا الجمال والحلاوه. ازيكم عاملين ايه يا صحاب ربكم بخير؟ النهارده عاملين سمك اهو مشوي. ها، عندنا سلطة، عاملين سلطة، عاملين رز تحفة. شايفين بقى السمك وحلاوته. توته بقى هتاكل ايه؟ هتاكلي ايه يا توته؟ السمك كده بص على الرد حلو قوي. ها، حلو السمك وبقى في سلطة اهي، ورز زي ما انتوا شايفين اهو. عارفة السمك الشوى في البيت بنظافه، مش كلفك حاجه، 5 جنيه رده هتقعد عندك 3 4 مرات تعملي بيها. الكميه بتاعت الرده كتير ما شاء الله. السلطه جميله، الرز. فنعمل حاجتنا نضيفة في البيت. الدقة بقى الحامية عملتها، مش هقولكوا بقى ريحة الشطة الفلفل الحامي ده بيبقى ريحة، عامل ريحة جميلة قد ايه ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. فتفضلوا معانا. وعملنا لقمة جميلة في البيت كده. وتوتة بقى عايزة تقولكوا ازيكم. عارفين توتة يا جماعة؟ توتة دي بنتي. يلا يا توتة كلمي بقى. ازيكم عاملين ايه يا صحابي؟ بصوا النهارده هنتغدى ايه بقى، اتفضلوا كلوا معانا. السمك، ها، شايفين السمك عامل ازاي، والسلطة، السلطة تحفة ما شاء الله، والرز رز حلو، والسمك حلوة برضه، كلهم حلوين، اتفضلوا كلوا معانا. شوفوا السمك تحفة ازاي، روعة مش هقولكوا والله ما شاء الله اللهم بارك. عاملينه نضيف بقى في البيت كده، كل تكاته وحركاته. طبعا بقى توتة في المطبخ، انتوا عارفين لما تبقى توتة في المطبخ بقى بتعمل ايه؟ بتعمل اختراعات وحاجات ومحتاجات. ربنا يخليكم، منورين حياتي، وكل سنة وانتم بألف خير يا رب. باي باي. الليمون طبعا انتوا عارفين الليمون غالي، ب80 جنيه الكيلو.
الليمونه دي عندي بقالها يجي اسبوعين كده، هي ناشفه شويه بس ايه، دي اخر ليمونه عندي. طبعا محتفظه بيها، مش بطلعها للعزيز الغالي، فالسمك طبعا عزيز وغالي علينا، بيحب الليمون، فقلنا يلا نضحي بالليمونيه دي ونطلعها له. انما ما عنديش ليمون تاني، الكيلو ب80 جنيه وب100 جنيه، فاحنا مش عارفين نشتري الحاجه الغاليه، طبعا بنستغنى عنها. والحاجه لما ترخص وتبقى على قد الايد بنروح نشتريها، لما تغلى لا مش عايزينها، مش شاكرين. لما سعرها يبقى حلو كده نجيبها. احنا بنمشي كده حسب ظروفنا ونتأقلم مع الغلاء اللي احنا فيه، وبنمشي نفسنا، والحمد لله بابنا مقفول علينا، ربنا ساترنا، مش عشان ما نمدش ايدينا لحد ولا نقول لحد هات حاجه. فاحنا بنحاول نتأقلم مع حياتنا، يوم حلو على يوم كده على يوم كده، وبنمشي. طبعا كل ست مصرية بتعمل كده، ويمكن كمان كل ست عربية في الدول اللي برا، انا مش عارفة. بس احنا عندنا في مصر الست طبعا بتمشي نفسها، ممكن تجيب لو ربع كيلو عدس هتعمل يعني كشري اصفر. بيبقى يوم جميل، وبنمشي حب السلطة زيتون، طبعا عندي الطماطم والفلفل موجودين. فممكن انا جبت النهارده سمك غالي شويه ب100 جنيه، ممكن بعد كده هجيب ربع كيلو عدس مثلا، واروح عامله حله كشري وطبق سلطه جميل، وهنحمد ربنا، الحمد لله نعمه يا رب، الحمد لله والف شكر لك يا رب ولقمه جميله، وبنحمد ربنا وبنمشي نفسنا، والايام بتمشي، والحمد لله اللي احنا احسن من غيرنا طبعا. ونجيب اي حاجه كده، ربع كيلو كبده برضو بلدي جميل. ما بحبش اللي هي المستورده، انا مش عارفه المصدر بتاعها ايه، يعني ما بحبهاش بصراحه، يمكن في ناس بتاكلها، باكلها انا بس كل فين وفين، كل 6 شهور مره، كل سنه مره كده يعني باكلها، انما انا بفضل الحاجه البلدي اللي تبقى مصدرها حلو. يعني اجيب لحمه من الجزار كده لو ربع كيلو واعمله بيكفينا الحمد لله. انا قاعده انا وبنتي بس، وجايبه بس حفيدتي اليومين دول تقعد معايا، لكن انا وبنتي وعلى قدنا كده، ولقمه بسيطه بتكفينا والحمد لله، بتبقى نعمه من عند ربنا. ربع كيلو كبده بلدي جميل برضو، بيبقى فيه البركه، ربنا مبارك لنا فيه، واي حاجه وبنمشي نفسنا الحمد لله، وكل سنه وانتم بالف خير يا حبايبي. بصوا حبايبي، احنا بقى عملنا احلى سمك مشوي، احلى سمك واحلى رز واحلى سلطه، شايفين بقى. ازيكم عاملين ايه يا صحابي؟ ربكم وبخير. دلوقتي عاملين سمك اهو، شايفينه حلو زي القمر، وعاملين عيش حلو يعني كده حلو، عاملين الشوكولاتة بال هي كده. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ احنا النهارده عاملين السمك المشوي الجميل والرز الجميل. انا صورت معاكم السمك وهو جايبه ني، او السمك بعد ما اتشوى بقى جميل اهو ما شاء الله، وتكاته وحركاته وبالفلفل الحامي كده، وشوفوا الجمال والحلاوه، بصوا